هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ طبعا في الفيديو اللي فات كنت جايبه حاجتين كان لازم اجربهم معاكم. مع ان انا جربت حاجه يعني، بس ما قعدتش المده المطلوبه، استعجلت يعني. كنت جايبه القلم بتاع الفيلر دوت. المفروض ان هو ب 50 جنيه من مايت سينما. طبعا هو بيبقى موجود على النت، فيه اسعار 70، في اسعار 80، لا حسب بقى يعني. وكنت جايبه الروج دوت. المفروض ان هو بيعمل ليب كولرنج، بدل ما نروح عياده تجميل نعمل كولرنج لشفايفنا بكذا الف، والريحه اللون يفضل يعني قاعد في بقنا. فالمفروض ان دوت بيدي نفس النتيجه، بس طبعا ما بيقعدش طول العمر، دوت بيقعد اسبوع وبيتشال. تمام. فانا كنت جايبه الحاجتين دول، وكان لازم ان انا اجربهم. وفي تجربه برضو اثارت ضجه كبيره، وهو احنا ممكن بدل القلم بتاع الفيلر دوت ان احنا نعمل بقرن فلفل، قرن فلفل على بقنا. فانا ديت جربتها مره، بس شفايفي حرقتني جدا، ما قدرتش ان انا اكمل. مش عارفه طبعا انا كنت عاملاها صح ولا كنت عاملاها غلط، بس ايه يعني، ممكن تشوفوها وممكن تنفع يعني. طبعا هو الفيلر مش بيبقى اكيد زي ما بنعمل في اي عياده تجميل، لا هو بيدي تحس ان شفايفنا ورمت سنه كده بس. فانا هجربه معاكم وهقعد فتره، وبعدين هرجع نشوف هو فعلا عمل كده ولا لا. ودوت المفروض ان هو بيقعد ربع ساعه على البق. هو روج عادي اهو. المفروض ان في ميرور كمان هنا علشان بتعكس في البتاع، علشان نشوف فيه. والمفروض ان دوت ايه الطريقه بتاعته. فهنجرب ده ونجرب ده. فيلا بينا نجرب اول حاجه، وهو قلم الفيلر. هو شكله كيوت يعني. المفروض ان احنا بنفضل نعمل من تحت من هنا بامب 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 زي القلم كده لحد ما يطلع الليكويد اللي جوه اهو. شايفين؟ المفروض بقى ندي بامب كمان. المفروض ان احنا نقعد ربع ساعه يعني، بس الواحد ممكن، بس هو لا هو ربع ساعه كفايه. بصوا، هو الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي، عارفين شطه يعني، في شطه في البق، في شطه في البق كتيره. المفروض ان احنا نقعد ربع ساعه ونرجع نشوف النتيجه. فانتوا احفظوا الشكل، لان انتوا اللي هتقولوا لي هو فعلا ادى نتيجه ولا لا. يعني ده شكل شفايفي كده، قعدنا بالجنب. بصوا، المفروض ان هو انا لما استخدمته اول مره قعدت شويه بيه. الحرقان تقدروا تستحملوه عادي يعني. بس حسيت، عارفين زي ما تكون يعني، هو في حاجه مش الملمس بتاع شفايفي يعني. اما اجي اعمل كده، لا مش دي الملمس بتاع شفايفي، تحس انه في سنه ورم كده شويه. انا مش عارفه هي ديت النتيجه ولا لا يعني، مش عارفه الصراحه، لاني كنت مشغوله جدا وما لحقتش ان انا اتفحص واطمعن الموضوع بتاع. بس هو بيحرق يعني، هو بيحرق. فعشان كده هم كانوا بيستخدموا الفلفل. فهستنى ربع ساعه وارجع لكم تاني. طبعا هو فات اكتر من ربع ساعه بكتير يعني، هو كأن حاطه شطه على بقي. انا دلوقتي حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. فانا مش عارفه يعني، انتوا ادرى. بس عارفين الاحساس، انا همسحه لسه. مش عارفه، بس وانا بعمل ديت حاسه ان في ورم في بقي. هو ممكن يكون هيبقى، ممكن يبقى باين لو واحده شفايفها رقيقه، بس انا شفايفي مش رقيقه اصلا. نجرب بقى البتاع ده. بس هو لونه ازرق يعني، هو لونه صعب قوي. اما نشوف المرايه، حاسه ان في حاجه طلعت. استنوا اظبطه في المرايه، لان المفروض احنا ما نطلعش على الخط بتاع الشفايف عشان ما يطبعش بره. بس كده. المفروض ان احنا بنسيبه
ربع ساعه وبعدين بنرجع نقشره. يعني هو حتى هنا اهو ده نفس اللون اللي في البق، وبعدين بنرجع نقشره. فانا هسيبه ربع ساعه وبعدين ارجع نجربه ونشوف النتيجه. والمفروض ان كده عدى اكتر من ربع ساعه على البتاع اللي انا حاطاه على بقي ده، فهنمسحه ونشوف النتيجه. فاحنا كده استخدمنا الاتنين دول. بسم الله. لا والله ادى لون، بس انا الاضاءه عندي وحشه قوي. لا ادى لون، وممكن لو حد كمان شفايفه لونها افتح من شفايفي هيبقى اللون لاقط عليه اكتر، فادى لون. فكده جربت اكتر حاجتين كان نفسي اجربهم، اللي هو الفيلر والقلم او الروج بتاع الليب كولرنج بتاع الشفايف، ودي كانت النتيجه. شفايفي في الفيلر انا مش حاسه فرق الصراحه يعني، بس حاسه ان انا لما بعمل بقي كده في حاجه مش مظبوطه. فدوت ممكن تكون نتيجه لان بقي كان بيحرقني، لان هو اصلا بيحرق البقى جدا، وقعدت اكتر من نص ساعه. ودوت لو حد شفايفه درجتها افتح من شفايفي اظن ان هو هيدي نتيجه افضل. بس انا يعني دوت مش حاسه منه بالنتيجه قوي، ولكن دوت الى حد ما حاسه ان هو غير اللون شويه ماشي، بس مش لدرجه ان هو بقى اللي هو الليب كولرنج فعلا كاني عاملاه، بس هو افضل يعني افضل من ان تبقى شفايفي كده، لان انا اصلا شفايفي غامقه فادى اللون دوت. يلا حلو مش وحش يعني. دوت ما اعتقدش ان هو حلو، لان في حاجات كتيره جدا بتتعمل في البيت بتبقى بديل الفيلر اللي بره، فلفل وقرفه، حاجات كتيره جدا، بس انا ما جربتهاش. فانا استسهلت وجبت دوت وديت النتيجه. يعني مش حاسه ان في فرق، بس زي ما قلت لكم ممكن يبقى في فرق لو واحده شفايفها رقيقه قوي، ممكن هي تحس، بس انا مش حاسه باي اختلاف، غير ان انا يعني ملبس بقي كده مش طبيعي. ودوت النتيجه برده الى حد ما هو ب 75 جنيه وبيقعد كتير جدا 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 يعني. فلو هتجربوا ده ولا ده وزي انتوا زي كده نفس الوضع اللي انا فيه، فممكن تجربوا دوت هيدي نتيجه حلوه. اشوفكم على خير وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. باي باي.